السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيباتي، أعرفكم بنفسي، أنا أم علياء وبيسموني سفيرة السعادة. حبيت إن أنا من خلال القناة دي نفضفض مع بعض أكتر وأكتر ونقرب أكتر وأكتر، والهدف من كله إصلاح الدين والدنيا. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. بداية جديدة ويلا بينا مع أول فيديو من فيديوهات القناة. لما فكرت أتكلم النهاردة مع أول حلقة أبدأ بإيه؟ وإيه أول حاجة ممكن تبقى أنتي مضايقاكي في حياتك وعايزة توصلي للسعادة والمشكلة دي تتحل؟ أول حاجة علاقتك بالله عز وجل. تايهة ومحتاسة ومش عارفة تبدأي منين، معاصي، ترك صلاة، تأخير صلوات، ترك ورد القرآن، تايهة تايهة. عايزة أقولك إنك مش تايهة في ملذات الدنيا، للأسف تايهة في مصايب الدنيا. ودي اكتر مصيبة، ان كمان صاحب البعد عن الله مش هو بعيد عن ربنا وكمان بيتنعم في الدنيا، لا، ده الدنيا زي ما احنا بنقول كده بالمعنى الدارج حط عليه. طب الدنيا ومشاكلها ومصائب الدنيا تعباكي قوي، بنبدأ بإيه عشان أطلع من كل ده؟ إيه أسهل حاجة هتشيلني وتنتشلني من كل ده؟ هي حاجة مهمة جدا هنبدأ بيها، وهنبدأ بيها السلم علشان نبدأ نصلح وننظف قلوبنا: ذكر الله عز وجل. ذكر الله حبيباتي من الأمور اللي رفع درجات، تكفير سيئات، إزالة ران من على القلب، نور بصيرة، انشراح قلب، طمأنينة نفس. كل الحاجات اللي بتعاني منها، اللي هي بتمنعك من الوصول إلى الله أو بتحيل بينك وبين السعادة في الدنيا، حلها في ذكر الله. طيب أنا عارفة إنك دلوقتي بتسمعيني وبتقولي ذكر الله سهلة، طب ما أعمله؟ ما هو محتاج تدريب، ومحتاج تدريب نفس، ومحتاج انك تجبري نفسك انك تقعدي تذكري الله من غير ما تزهقي لفترات طويلة. لان ذكر الله علشان يؤتي بثمرة لازم يكون ذكر الله ذكرا كثيرا. الاستغفار لازم تكوني لازمت الاستغفار، يعني كثيرا. يعني ما اقعدش كده في قاعده اقول سبحان الله سبحان الله، انا قلت 5 مرات، انا قلت 10، والله ما شاء الله انا ختمت بعد الصلاه 33. لا، كتير. طول اليوم اذكار الصباح بما فيها كامله، اذكار المساء، اذكار ختم الصلاه، اذكار النوم، غير الورد اللي انت عاملاه لنفسك. انا هصلي على النبي النهارده 100 مرة، وهستغفر 1000 مرة، وهعمل أوراد بقى طول اليوم. انت منشغلة انك تنجزي الاستغفار وتخلصي الاستغفار وتخلصي لا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة على النبي. شوفي كمية الانشراح والتوفيق في حياتك والسعادة بالصبر حتى على اللي انت فيه. يعني وإن لم يكن مشاكلك تبدأ تتحل وحياتك تبدأ تتصلح، هتلاقي فيه رضا، هتلاقي فعلا اللي هو اللي ورد في الدعاء يا بناتي، اللي هو اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، اللي هو برضو دعاء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. بص بقى: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اليقين بيجيلك من كتر ذكر الله، من العلاقة بالله، من انشغالك بالذكر. عارفة انشغالك بالذكر وانك تشغلي نفسك بخطة للذكر يومية وورد يومي، هيشغلك عن الوساوس، عن التفكير في الأمراض، عن التفكير في المشاكل، عن التفكير في الهموم والحياة. اشغلي نفسك بخطة يومية للذكر. شوفي نور في القلب، نور في الوجه، نور في البصيرة، تيسير في الحياة. ربنا بقى يعني شوفي بقى يعني هتبقي في معية الله، هتبقي توصلي لدرجة الولاية، اللي هو يعني ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا أنا مش هسيبك كده، أنا لازم أقولك كده عن أذكار وأهميتها وفوائدها وإزاي تلتزمي بيها وعددها وثمراتها ونتيجتها. نتيجتها بقى انت بقى شوفي بقى، قولي انت بقى الأذكار والتزمي بيها، وشوفي بقى الكوابيس اللي بتروح، وربنا بينور بصيرتك في التعامل مع الناس ازاي، والطمأنينة اللي في قلبك اللي بتحل مكان القلق والخوف والتوتر، وهدوء الأعصاب. كل ده يا بنات كله من ثمرة ذكر الله عز وجل. ما ننساش ان احنا لما قلنا احنا بنعالج ايه من البداية: صعوبة القرب الى الله والوصول الى الله عز وجل. هتلاقي بقى سهولة في علاقتك بالله عز وجل، هتلاقي فيه توفيق للطاعات. ما هو
انت يعني انت بتذكروا الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وتقعدي تتمعني في معنى الأذكار. يعني ايه سبحان الله وبحمده؟ يعني ايه معنى الذكر ده؟ انا حبيت الذكر ده قوي بس عايزة افهم معناه. ابحثي ما معنى كذا، وتبدأي تقولي بخشوع، تستحضري القلب مع اللسان، تبقى خاشعة، مش تقولي بلسانك بس، لغاية ما توصلي لدرجة فعلا انك بتذكر الله بجوارحك فعلا. احنا عارفين يا بنات ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. حرفيا يا بنات في الايام اللي بتلاقي نفسك بتبعدي بتتشغلي، حاجه بتلهيكي عن الذكر، بتلاقي نفسك بقيتي من جوه كده فاضيه، بقيتي متعكننه، بقيتي كده حاسه انك حاجه مش مركزه في الدنيا. نسوا الله فانساهم انفسهم، تحسي ان انت مش في الحياة أصلا. بقولك في القلب فراغ لا يسده شيء البتة إلا ذكر الله. فإذا صار القلب ذاكرا لله، إيه بقى اللي بيحصل بقى؟ إذا صار القلب ذاكرا لله بطريق الأصالة، يعني بقى خلاص حاجة كده فيكي، واللسان تبع له، يعني القلب الأول بيذكر قبل اللسان كمان. فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويفنى الفاقة. يفني الفاقة يا بنات، الفاقة بقى اللي هي الفقر بقى في كل أنواع الفقر. فقر مش فقر فلوس بس، فقر انواع الفقر كتيره قوي. تمام. برضو من فوائد الذكر حبايب قلبي زي ما انا قلت لكم، ان هو بيزيل الهم، بيطرد الشيطان، بيرضي عنك الرحمن، بيزيل الهم عن القلب فعلا حرفيا، بيدخل عليك الفرح والسرور، وشك بيكون منور، يعني على طول تحس انك سعيده كده كده وراضيه. فحبيباتي دايما برضو نحط قدامنا الآية الكريمة، الله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبرضه يا بنات بما ان زي ما انا بقولك من البدايه عايزه تقربي من الله عز وجل، يبقى البدايه ذكر الله. في حديث اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رب العزه سبحانه وتعالى ايه؟ قال الله عز وجل: يا ابن ادم ان ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وان ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكه او في ملأ خير منه، وان دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وان دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا، وان اتيتني تمشي اتيتك هروله او اتيتك او هرول. كانت متخيلين يا بنات انت عايزه الله عز وجل يستجيب دعائك، الله عز وجل يعني يشملك برحماته. ذكر الله. يعني عايزه اقول لك العباده، يعني انا مش عايزه اقول انها اسهل عباده، لانها عباده عظيمه جدا عظيمه جدا، ولكنها حرفيا فعلا انت عودت عليها ودربتي نفسك على الذكر. انت احيانا من كتر التدريب على الذكر هتلاقي نفسك قاعده تقولي اللهم صل على محمد وسلم تسليما كثيرا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وبعدين تلاقي لسانك بدأ يقول. فلسانك هو اللي بينبه قلبك. عارفه لما توصلي للمرحله دي ان انت قاعده ناسيه الذكر، بس لقيتي لسانك نطق بالذكر، اللسان لسه القلب مش استحضر، فيروح لسانك بيقول للقلب ايه؟ نسيت الذكر، يلا يلا نذكر. واخده بالك؟ فتبداي في ذكر الله عز وجل، تمسكي بقى المسبحه لو عندك ورد. وعلى فكره بالمناسبه بما اننا اتكلمنا عن الموضوع ده، السبحه بدعه ولا مش بدعه، حرام ولا مش حرام؟ هي ولا حرام ولا بدعه، ولكن يا بنات الافضل انك تعقدي على الانامل، لانهن يعني هينطقوا يوم القيامه يشهدوا ليكي. ولكن هل انا لو انا يا ام علاء بتوه وبسرح وخايفه ان انا ملتزمه بعدد معين، ينفع السبحه الالكترونيه او العاديه؟ ينفع حبيبه قلبي. ما ننساش يا بنات بقى من انواع الذكر، عشان نبدا بقى نحفز بعض على انواع معينه من الذكر ورد فيها اثار صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. ايه اللي هيضرك او ايه اللي هيتعبنا ان احنا نقعد نقول سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده؟ بصي، خفيفتان على اللسان، يعني بصي اول حاجه بس بقى هم خفيفتين بس ثقيلتان في الميزان. ومين بقى مش بيتمنى يوم القيامه يجي الميزان بتاعه مثقل بالحسنات؟ وبعدين احنا عارفين ان الحسنات يذهبن السيئات، ودي حسنات بتعمليها تقعد تنظف الذنوب اللي احنا بنعملها طول اليوم. برضو سبحان الله وبحمده تقوليها 100 مرة الصبح في أذكار الصباح، وبتقوليها 100 مرة آخر النهار، بترفعك 100 درجة وتحط عنك 100 سيئة. وكمان ورد إنها يعني بتغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. وكذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يعني حرز من الشيطان، وشوفي درجات قد إيه بترفع وسيئات إيه بتحط، وحرز لك من الشيطان.
لما بنقول قبل ما بننام سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة، بيكون تاني يوم ليكي كده تشتغلي في البيت خير لك من خادم. ده الذكر اللي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وعلي بن أبي طالب لما اشتكت ليه من طحن الرحى ومن شغل البيت والتعب، أوصاها بالذكر ده تقوله قبل ما تنام. يعني خلاص إذا قويتي إلى فراشك وخلاص هتنامي تقولي الذكر ده. فاحنا نجمع اذكار طول اليوم، ان احنا لو اتبعنا السنه والاحاديث الصحيحه اللي وردت في الاذكار هتلاقي نفسك بتجمعي اخر اليوم اذكار كتيره جدا تثقل حسناتك وتمحو سيئاتك. عارفين يا بنات من عظمه الذكر ان جاء اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان شرائع الاسلام كثرت علي، فانبئني او اخبرني بامر اتشبث به. يعني طب انا حاسه ان انا تايه كده، وحاجات كتير بقى ايام ما كان الاسلام لسه بيبلغ يا بنات، ما كانش بقى في النت والكتب واللي تراجعي وتاخدي تبحثي وتعرفي الحاجه، فاهمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. بص انت عايز ايه اكتر من كده؟ انت عايز حاجه تتشبث بها يبقى يعني فضلها كبير قوي؟ لا يزال على طول، لا يزال زي ما قلت لكم في اول الحلقه، ذكر الله مش ان انا اقول مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره، لا ده على طول يا بنات. لسانك كده رطب بذكر الله، زي ما بقول لك حتى لو سرحتي وانت قاعده تلاقي لسانك بينطق لوحده من كتر ما انت اتعودتي على الذكر. بس وقتها مش هنقعد نقول بلساننا، وان كان الذكر باللسان درجه من درجات الذكر، ولكن اعلى درجات الذكر ان يستحضر اللسان والقلب هنا ايه معا. دايما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين الشاكرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ألهمنا ذكرك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة وقسوة القلب. اللهم جدد الإيمان وابعثه في قلوبنا بقول لا إله إلا الله. اللهم افتح لنا بتلاوة القرآن العظيم وترتيله على الوجه الذي يرضيك عنا، لأن يا بنات تلاوة القرآن هو أعظم أنواع الذكر. القرآن ده ذكر يا بنات، وهو أعظم وأعلى أنواع الذكر. اللهم اشرح صدورنا بذكرك ويسر أمورنا بجميل التوكل عليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عايزة أعرف، هل الحلقة لما سمعتيني لغاية دلوقتي وأنا بتكلم على الذكر اتحفزتي، اتشجعتي؟ هل أيقنتي صدقا ويقينا أن ذكر الله عز وجل مفتاح لكتير جدا من عراقيل حياتك سواء كانت في الدين أو في الدنيا؟ ذكر الله يا بنات أثره كبير جدا، عبادة لا تحتاج إلى جهد ولا إلى صحة ولا إلى وقت على فكرة، لأن انت ممكن وانت منشغلة بأي عمل، ممكن وانت بتسمعيني تقعدي تذكر الله عز وجل، وحتى وانت متركزة معايا، ما هو ده درجة من درجات الذكر، تذكر الله عز وجل باللسان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يعني حتى هنا الذكر جاء بصيغة ايه يا بنات؟ ذكرا كثيرا. تنسيش انك طول ما انت بعيدة عن ذكر الله كأنك ميتة بالظبط. الكلام ده مش من عندنا، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. كأنك في عداد الأموات، قلبك ميت وجوارحك ومشاعرك مفيش حياة، مفيش صحوة كده جواكي. حبيباتي اللي بيشتكوا من الوساوس والأوهام والتفكير في الموت والتفكير في الأمراض والقلق النفسي، انت تعرفي ان ذكر الله علاج للوسوسة؟ بصي يا بنات، الشيطان جاسم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. يعني انت طول ما انت بتذكر الله عز وجل هتلاقي الوساوس بتقل، والله عز وجل يذهب عنك وسوسة الشيطان، ووسوسة الشيطان هو يضعفك عن العبادة. ده كله بيقل عندك بنسبة كبيرة لدرجة ان هو بيختفي من كتر ذكر الله عز وجل. اربطي حياتك كلها بالذكر. عارفين يا بنات دعاء التعار اللي كنت ذكرته لكم قبل كده في حلقة من الحلقات، اللي هو من تعر من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وبعدين قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ودعيتي بما شئتي إن شاء الله بإذن الله استجيب لك. وبعدين لو قمتي وتوضيتي وصليتي قبلة الصلاة دي. فعايزة أقول لك برضو من الحاجات اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان في مجلس ذكر أحد الصحابة، يعني قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ بص يا بنات 1000 حسنة مضمونة يعني بص مضمونة. فسأله سائل من جلسائه
كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، لأن عارفين الحسنة ب10 أمثالها، أو يحط عنه 1000 خطيئة. يا بنات ده احنا طول اليوم يعني أعوذ بالله ربنا يغفر لينا سيئات على بقصد وبدون قصد، ده احنا محتاجين كده، احنا محتاجين فلاتر يومية تنقي الذنوب دي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال برضه يا بنات في تاج الذكر اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. انت عايزة أجر إيه وثواب إيه تاني؟ من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. انت متخيلة؟ بصي يا بنات هختمها معاكم بقى بالحديث ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، يعني من الصدقة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله عز وجل. اللي تعبانة واللي مش معاها تتصدق واللي نفسها تعمل درجات عبادة وصحتها على قدها، ذكر الله ذكر الله ذكر الله. ذكر الله يا بنات لا يحتاج لرفع صوت ولا يحتاج لناس تتلم كتير وتقعدوا تذكروا الله وتتعبوا في جسمكم والحاجات البدع اللي بتحصل. ذكر الله في نفسك، بينك وبين نفسك، بينك ونفسك اذكروا الله. ممكن تسمعي نفسك بس عشان تشجعي نفسك وتستحضري المعنى، ليس إلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أتمنى حبايبي الحلقة اللي طلعت من قلبي توصل قلبكم. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو.